اقعد يا عبد السميع. اوف، اعوذ بالله، ده مشوار يقطع الوسط. يا ريته بفايدة يا شلبي، يا ريته بفايدة. يا اخويا دي حكايه تجنن. جرى ايه للطماطم؟ كل يوم نحمل حميرنا ونروح بيها للبندر، ما حدش يشتري. وحياتك يا عبد السميع الطماطم اتحسدت. اتحسدت ايه انت راخة؟ امال ايه بس؟ ما دينا سنتين بنزرع طماطم وتتباع زي الحلاوه. ده انا عم نول بيع من الجراطين اللي زرعتهم ب4 جنيه. لا، والسنه دي زودنا الزرع. يا اخي انتوا بلوتكوا بسيطة، كل واحد منكم زارع 3 جراريط. هاتك عليا انا اللي دبيت فدان بحاله. ما انت دقت مكسبها عم نول. بقول لكم اتحسدت. ما تبقاش عبيط. امال ايه بس يا عبد الجواد؟ السنة كل اهل الحتة زرع الطماطم وكلهم بيودوا البندر. هو بندرنا يستحمل ايه ولا ايه؟ والله معاك حق يا عبد الجواد، ده ابو حسان لوحده زارع 10 فدادين. اهو ده اللي هينكسر وسطه بصحيح. ليه يا اخوي؟ ابو حسان غني وبيزرع في 60 فدان. مش كده. ايه قولكم ان ابو حسان هو سبب في رصيتنا دي؟ ازاي؟ عنده عربية بتحمل كل يوم الفجر وتطير على البندر، عقبال ما نتهز احنا ورا حمرني تكون طماطم وصلت وانباعت والسوق اكتفى. والله ده صحيح. وبعدين يعني تبور الزرعه في رقبتنا كده؟ يا ريتنا زرعناها ذره يا رجالي. هي يا ريت عمرها تنفع يا عبد الجواد. حجي لا حول الله يا ربي، كنت عامل حساب الطماطم دي تكسي العيال وتدفع مصاريف المدارس. يا رجالي، ما تيجوا نتفق مع جيراننا اللي بيزرعوا طماطم ونشتري عربية زي بتاعت ابو حسان. وايه الفايدة؟ هنتسابق، اللي يوصل قبله يبيع والباقي يزمر. نودي بنادر تانية، نودي المديرية. يا اخي سيبك يا شلبي من الكلام ده، احنا نقدر نلم حق العربية دي تسوى 1000 جنيه. عربية ابو حسان ب1500. هو ده حلم، دي بلدنا كلتها ما تلمش 1500. يعني نسكت كده ونقعد جنب الحيط؟ يا سيدي بلاش زرعة الطماطم دي، احنا بنتكلم على بكرة، دبروني انتوا في النهاردة قبلي. هو فيه غير كلمة عليه العوض؟ طب ما تيجوا نزرع حاجة تانية، كوسة، بامية، فاصوليا. هنزرعها امتى بقى يا شلبي؟ احنا في اخر الصيف. نزرع خضار شتوي، كرنب، قرنبيط، سبانخ. ايوه، ويجي ابو حسان يدب لك 10 فدادين وعربيته تحمل كل يوم ونرجع لحكاية الطماطم تاني. يعني نهج من الحتة دي بقى ولا ايه؟ تهج تروح فين؟ ما هو كل حتة فيها كفواها. مفيش لزوم، خلينا في شوية الذرة وشوية القطن. ادي احنا فيهم يا اخوي. ادي القطن قدامك اهو، قلنا السنة دي ربنا نجاه من الدودة، بصينا لقينا الندوة الحمراء هفتوا. احمدوا ربنا، اهو فيه نص محصول احسن من عم نول ما سدش ضرايب الحكومة. يعني نعيش كده تحت رحمة زرعة تخيب نخيب كلنا جنبيه؟ ادي الله وادي حكمته. بس المصايب كلها جاية في عربيته اهو. ابو حسان؟ اي والله صحيح. طيب ما تيجي نكلمه يا اخوانا. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام. ازيكم كده؟ الله يسلمك. ازاي حال الطماطم بتاعتكم السنه؟ ايه المحصول كويس مش كده؟ المحصول كويس كويس. عال. هو ايه اللي عاد؟ ده احنا ضعنا خالص. ليه يا شلبي كفالله الشر؟ مش بتقولوا المحصول كويس؟ المحصول ماله؟ احنا في السوق، في البيع والشراء. السعر كويس جدا الجمعه دي كلها. كويس للي قادر يبيع. وانتوا مش قادرين تبيعوا ليه؟ الهي، ما تتكلم يا عبد الجواد. ايه في ايه بس؟ على بال ما بنروح بحمرني بيكون السوق اكتفي. طب يا اخي ما تبدروا. واحنا مهما بدرنا هنسبق عربيتك؟ بقى كده. هو في غير كده؟ والله يا جماعه انا متاسف، قولوا لي بس اقدر اساعدكم ازاي؟ سيب لنا البندر يا ابو حسان، خلينا نعرف نصرف بضاعتنا. يعني ايه؟ يعني انت راجل مقتدر وعندك عربية ما تبعدش عليها بلا. قصدهم يعني تودي المديرية، تودي مصر، تودي اي حتة. وده عدل ده؟ ايه اللي يخليني اكلف نفسي بنزين زياده واستهلاك زياده في العربيه ما دام جنبي بلد تقدر تشيل بضاعتي؟ لكن جنبك ناس صغيرين مالهمش تصريف الا في البلد دي. هما مش صغيرين الا لما بيتفركشوا، لكن لو اتعاونوا يبقوا كبار قوي. احنا بنتعاون اهو. لا يا سيد عبد الجواد، ده مش تعاون. التعاون هو ان بلدنا زمامها 4000 فدان، لو كل فدان دفع جنيه واحد بس نشتري 4 عربيات ونقدر ننقل محاصيلنا ومحاصيل جيراننا كمان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بذمتي كلام الراجل في محله. سيبك انت، ده كلام فض مجالس. يعني ما كانش قادر يسرح بعربيته بعيد ويسيب لنا باب الرزق؟ ما هي الدنيا كلها كده يا شلبي، منافسة ومزاحمة والجدع يغلب. يا اخوي سيبنا له الطماطم، معود الزريحة بعد الثاني. وحياتك انت يا عبد الجواد ما نخليه يغلبني. انا هحمل الحمير من قبل الفجر واصبح واقف له في السوق، يبيع بقرش ابيع بنص، اما نشوف عربيته هتعمل ايه. تعرفوا اننا عملنا زي بتوع السيمة؟ سمة ايه يا عبد السميع؟ لما جم عمنول صوروا الفيلم عندنا، وبعدين سرسبوا ورا بعض كلهم صوروا هنا. كان مفيش غير بلدني، اهو احنا كمان كده. واحد زرع طماطم، كل البلد تزرع طماطم. ايه، قوموا بينا قوموا، ربك يدبر لي مصاريف المدارس، العيال مسافرين بكره. تتدبر. وانتوا ناسين جوازة حسين من بنتك يا عبد السميع، هتتدبر رخرة؟ يا اخويا البت قدامه يجي ياخدها بجلابتها. ايش يا عبد السميع، كله يتدبر. يا راجل ما تهونش، يعني السما هتمطر سراير ودواليب؟ ما تكببهاش على دماغنا يا شلبي. حسين لسه له سنة في كلية الحقوق، ومن هنا للصيف يفرجها سيدك. اهدي، خبر ايه يا راضي؟ بتخطف الشنطة على طول دراعك ليه؟ اما عجيب، ورمي هدومك على الارض ومبحتر حالتك كده ليه؟ الله، ما تتكلم يا ولي. مفيش حاجة يا مفيش حاجة. لا حاجة بطلودة واسمعودة، انت من امبارح لو يبوسك ولا حدش عارف يكلمك، هو جرى حاجة؟ كل ده ولا جراش حاجة يا اقول لابويا ما عنديش هدوء، عايز بدلة واحدة بس، يقول مفيش. هو انت ما عندكش نظر؟ ابوك انكسر السنة في زراعة الطماطم. اشمعنى جاب بدلة لحسين اخويا؟ هو فينا خيار وفقوس؟ يا اخي جاك ايه، هو انت زي حسين؟ ليه بقى؟ هو ابنكم ولا لا؟ حسين في الجامعة والسنة الجاية يطلع قاضي، يعني لازم يلبس ويبقى عليه القيمة قدام تلامذة الجامعة. وانا السنة ما اخر سنة ليا وهمتحن في الدبلوم. دبلوم؟ هي يا واد شهادة الصنايع دي رخرة يقولوا عليها الدبلوم؟ ايوه دبلوم، وبلدنا محتاجة لها اكتر من لصاص الحقوق اللي هياخدها حسين. النبي تنسان، هو انت لو كنت فلحت في المدارس زي اخوك ما كنت دخلت الجامعة زيه؟ انا مبسوط كده وهطلع احسن من بتوع الجامع. بس هتشتغل ايه؟ تقدر تقول لي مأمور، قاضي، وكيل نيابة، مهندس ري؟ ايوه مساعد مهندس. طب بس بلا فضايح بقى، مساعد مهندس؟ ايوه اقول صبي مهندس. قوم 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 لملم حاجتك المبخترة دي لابوك يخش يهتك. يلا فز كده على ما احضر لكم شوية منين تاخدوها معاكم. اعمل المنين. ها والله لو عليا انا ما كنت عملت ولا رغيف عيش حتى. رغيف عيش ايه؟ انت عاوز رغيف؟ الله، ايه ده؟ حاجاتك منعكشه كده ليه؟ ما يلا يا اخي توضب شنطتك وتجهزها من دلوقتي علشان ما نقومش الصبح مكروشين. لسه بدري يا حسين يا اخي، هي الدنيا طارت. اصلنا معزومين الليله عند عمك عبد السميع، وطبعا مش هنرجع الا على النوم. طيب انا هستناك في المنظره مع ابويا. مش هتجهز شنطك؟ امي جهزتهم من الصبح. طيب